انت زوج مثالي، شكرا. ومتفاهم، شكرا. ممكن تقولي على حاجتين بتخلي الجواز مثالي وحاجتين بينكدوا عيشة المتجوزين؟ التفاهم والصراحة، انك تبقى متفاهم وتبقى صريح. الاتنين دول شايفهم العمودين الرئيسيين يعني بتوع الجواز. الحاجتين اللي يخلوا الجواز بينكد، يعني حاجتين بينكدوا عيشة المتجوزين، هو عكس اللي انا قلته، يعني عدم الصراحة وعدم التفاهم. دول بينكدوا اكيد، يعني لما مبيبقاش في صراحه بين الطرفين وما بيبقاش في تفاهم، وفوق كل ده الموده والرحمه يعني اللي ربنا امرنا بيها يعني ما بيننا وبين بعض يعني. طب ممكن الصراحه تجيب وجع الدماغ بين الزوجين، مش يبقى اللي لا، احسن؟ عمرها ما تجيب وجع الدماغ، بالعكس الكذب هو اللي يجيب وجع الدماغ، انما الصراحه والوضوح عمره ما يجيب وجع الدماغ يعني في اي لو قابلتك مجال. معجبه كده وخدتك بالحضن واديتك بوسه، اه هتروح تقول انا قابلتني اه معجبه؟ هتقول؟ اه ايه ده عادي جامد جدا. قوي. لا والله ما لا. عنديش حاجه غلط يعني اعملها اداريها الحمد لله. والزن، الزن بتاع الزوجه. الزن لا، الزن ده ملوش علاج. ده ملوش علاج.